السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في أتم صحة وأحسن حال. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ أنا عبير ودي قناتي، قناة أشهى الأكلات. انا هنعمل النهاردة ايه؟ هنعمل الحاجات الجميلة دي. هتعملي ايه يا عبير؟ الفول القمر ده؟ أيوة، هنعمل الفول الجميل ده. الفول ده بصوا خطير، كان جميل جدا. نصلي ونسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وندخل على وصفتنا. الوصفة ايه يا عبير؟ ده نص كيلو فول، ودي نص كوباية عدس، ودي ربع كوباية رز. امال هي عاملة زي النص ليه؟ لان انا غسلتها، وانتوا عارفين ان الرز بيتضاعف. بس ربع كوباية رز يا جماعة، مش اكتر. ودي ليمونة صحيحة كده هنحطها ايه كل حاجة كده مع بعضها. طبعا ديت الفوالة بتاعت الفول الدماسة. اللي ما عندوش دماسة يعمل في كسرولة اللبن اللي طلعت في الاخر كده، وانا حطيتها فيها بعد كده لما لقيت الدنيا باظت والدنيا اتزحمت والفول تضاعف والكلام ده. حطيتي ايه يا عبير؟ انا طبعا المية دي مغلية. والفول ده انا نقعاه من بالليل وبعمله الصبح. يعني لازم تنقعيه من بالليل، او لو انت هتعمليه بالليل انقعيه من الصبح. والنص كوباية العدس غسلتها، والربع كوباية ال- الرز. ودي معلقة بابريكا، ونص معلقة كركم. طبعا الحاجات دي كلها طبعا مفيدة جدا وصحية، مش ألوان صناعية ولا أي حاجة. بس هتديكي، يعني هي مفيدة أصلا. الكركم مفيد للعظم، والبابريكا بتدي طعم ونكهة حلوة. مش أي حاجة خالص فيها حاجة صناعية. الفول بقى يعني بصوا هيبقى كهرمان كده، زي ما بيقولوا كده، كهرمان عسل كده، حتة سكرة كده. بصوا الفولة بتاعت الفول. طبعا انا حاسه ان هي كل ما بتغلي، وكل حاجه ما بتنفش فيها قوي جواها، فبحس ان هي بتزيد، فالدنيا هتبوظ وفي الاخر انتوا هتشوفوا الكارثه اللي حصلت كده. بصوا يا دوبك هو كده غلى كده غلوتين، وانا حطيت الشياطه تحت اهيت، وعملت النار سهرايه. يعني انا عامله النار سهرايه. هو هيقعد بقى ساعه، ساعتين، 3 براحته خالص. انتي مغطيه عليه شمعه، يعني بصوا اقل من الشمعه كمان، لان الفول بطبيعته بيعوز النار الهاديه. وبصوا بعد ساعتين ونص من عمايله، لان انت طبعا انت نقعاه من بالليل، فما اخدش نار كتير، يعني ما اخدش 3 ساعات ولا 4 ساعات ولا الكلام ده. انا قلبته في بتاعه اللبن دي، اللي هي الكسرولة دي، زي ما انتوا شايفين كده. شفتوا قدرة الفول بتاعتي بقت عاملة في الاخر ازاي؟ باظت جدا من كتر ما هي ايه غلت ونزلت كده على البوتاجاز وبوظت الدنيا. فانا ايه نقلتها في اللي انت شفتها دي. شوفوا كهرمان يا جماعة، كهرمان فعلا جميل جدا. بيتكلم على نفسه وبيقولك تعالي كليني. فهو الفول جميل جدا، زبدة كده، زبدة كهرمان. بصوا في القدرة تحفة. ده بقى ايه؟ قدرة فول محترمة كده. ودي الليمونة هي الصحيحة معانا. طبعا دي ما بتخلوش يسود ولا اي حاجة، ولا بتغير لونه. احنا بنشيلها بقى، بنطلعها كده، بنركنها على جنب بقى، مش عايزينها شكرا كده ليها. وده كان ايه الفول معانا. سهل وبسيط جدا، ولا محتاج اي تعب ولا اي حاجة خالص. انتي بتعمليه وبتضيفيه، بتحطيه على النار وبتنسيه خالص. بس طبعا بتتابعيه، وكل ما بيحتاج مية انتي بتبقي مسخنه له مية مغلية، عامله له مية مغلية. ما بتحطيش مية من الحنفية نهائي، لازم تكون مية مغلية. ولازم تركزوا في الحتة دي. انا عارفة ان انتوا كلكم شطار، بس انا بتكلم على اللي هم سنة اولى مطبخ ولسه اولى جواز والكلام ده. فانا عارفة ان احنا شطار، كلنا شطار. الفول مش عايز اي افتكاسات ولا اي حاجة خالص، بس بيبقى في ممكن تكاية كده او حركاية كده.
بصوا من جماله بقربه لكم وبعده بصوا حلو جدا. بس والله فعلا الصورة ظلمة جدا، يعني شوفوا الصورة فعلا ظلمة. هو كهرمان كهرمان بجد يعني. طبعا انا كده فضيته في طبق كبير، في طبق بورسلين كده. قلت اسيبه يعني يهدى شوية من على النار، وبعد كده اعبيه في الاكياس زي ما انتوا شايفين كده. بصوا قد ايه جميل. انتي بتعبيه وتحطيه بقى لما يبرد خالص، بتحطيه في الفريزر. ما بتعوزي تطلعي، احنا عارفين بقى ما بنعوز نطلع منه بنسيبه لغاية ما يفك خالص، نطلع على قد اكلنا. وطبعا انتي بتكيسيه على قد الاكل بتاعك، يعني انتي عارفة يعني كمية اكلك ايه، فانتي بتحطي في الكيس على قد اكلك. فكده هما طلعوا معايا 6 اكياس. النص كيلو عمل معايا، شوفوا جميل جدا. انتي بتجيبي دلوقتي اللي ب5 جنيه ما عادش ب5 جنيه اصلا، اقل من دول بكتير، يعني نص دول او اقل بكتير. ودي كانت وصفتي في الفول، وكل سنة وانتم طيبين. ما تنسونيش في دعوة حلوة، وبقول لكم باي باي، وحطوا اللايك. مع السلامة، باي باي.